اهلا وسهلا البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بالف خير. نقدم لكم هذا النهار مطيشه والبيض بطريقه ديالي. نقشروا مطيشه ونحكوها في هذه الحكاكه. انا كنفضل نحك في هذه الحكاكه، كاين اللي كيطحنها في الهشوار، كل واحد بالطريقه ديالو. انا كنفضل نحكها بهذه الحكاكه البسيطه. انا درت 4 مطيشات على حسب الافراد، كل واحد على حسب الافراد المطيشه يديرها. انا درت غير 4. من بعد ما حكيناها غادي نديرو هاد الحديده فوق النار. انا كنفضل ندير هاد الحديده على حساب الطاجين ما يتردكش. كيبقى مده طويله ملي كتحافظي عليه بهاد الطريقه، كيبقى مده طويله. نديرو مطيشه في الطاجين ديالنا ونضيفو شويه الزويته على حساب 2 معالق كبار، ونبلعو على الطاجين يدخلوا شويه الطياب. ومن بعد نديرو شويه الملحه، نص معلقه صغيره ملحه، ونخليوه يطيب. نقطعو شويه على حساب 2 معالق كبار، معلقه كبيره نتاع معدنوس، نص معلقه تحميره، نص معلقه سكينجبير، معالق صغار ماشي كبار، راس معلقه صغيره ديال الفلفل الاسود. نخلطو باش تدخل العطريه مع مطيشه ونبلعو عليه. نديرو بيضه في واحد الغرفيه، ونضيفو عليها 2 معالق كبار حليب وشويه ملحه، ونخلطو مزيان حتى يتجانس ليا الخليط ديال البيض والحليب، ونكبو فوق مطيشه ديالنا على هاد الطريقه. كيجيو غزال البنات، جربوه غادي تشوفوا. هادي على حساب كل واحد ولا حساب خاطرو. هذا الفرماج اللي بغى يضيفو اللي ما بغاش يضيف على حساب اللي عنده في الدار. اللي ما عندوش ماشي ضروري، انايا فضلت نديرو بالصحه والراحه.